هنكمل معاكم تاني في الحاجات المتشابهة والمختلفة ما بين أنواع الشخصيات، عشان كده دي اللي عملت لنا لخبطة. فأمل هتكمل. ماشي، دلوقتي احنا هنتكلم على البيهيفير ستايلز، وهي السلايد 24 عندكم في الورك بوك. مش هنقدر نشير الورك بوك عشان كل ما بنشير الريكوردنج بيزعل يعني. خلاص. فدلوقتي احنا اتكلمنا على الانتليجنس سنترز، وقلنا ازاي ان 8 و9 و1 شبه بعض في الانتليجنس، او يعني هم they share the same intelligence center، وان 2 و3 و4 نفس الحكايه، وان 6 و7 و5 نفس الحكايه. طيب دلوقتي في طريقه ثانيه نقدر نبص عليهم ونشوف على ايه الحاجات اللي هم برضو بعض الشخصيات قريبين من بعض فيها. فمثلا عندنا 5 و9 و4 بنسميهم introspective، يعني دايما بياخدوا المشاعر بتاعتهم لجوه. اوكي، ودايما فوكس على الماضي in terms of الحاجات الجميله، الله الذكريات الجميله. خلاص، فهم مشاعرهم لجوه، ودايما بيفكروا في الحاجات الجميله اللي حصلت. الحاجات اللي هتحصل في المستقبل مش لازم تبقى جميله، والحاجات اللي بتحصل دلوقتي مش لازم تبقى جميله، هم مش مركزين فيها، بس الحاجات الجميله كلها في الماضي. كمان 5 و9 و4 بياخدوا وقت اطول علشان يقدروا ياخدوا قرار، بيقعدوا يحسبوا حاجات كتير قبل الصوت. أمل، الصوت بيقل. أمل. بيفكروا في انا عايزه اعمل ايه في مستقبلي. اوكي، شويه سيلف اورينتد، يعني انا عايزه احقق ايه لنفسي، عايزه احقق ايه لنفسي اوكي في المستقبل. واكشن اورينتد، على طول هياخد اكشن علشان يحقق الحاجه اللي هو عايزها. ده 8 و7 و3. 6 و1 و2 دول اللي هم عايشين في الحاضر. خلاص، وهم others oriented، يعني هم بيشوفوا الباقيين بيعملوا ايه، سواء بيشوفوا اللي باقيين بيعملوا ايه علشان يقدروا يحددوا ايه الصح وايه الغلط، او علشان يقدروا يساعدوهم، او علشان يقدروا يوفوا احتياجاتهم، او علشان يقدروا يقوموا بمسؤولياتهم تجاه الناس دي، او التزاماتهم تجاه الناس دي، او عشان يقارنوا نفسهم بالناس دي زي نمرة 6 عشان يتاكدوا ان هم سيف. اوكي، ف6 و1 و2. طبعا من كلامي انتوا عارفين ان اللي هيبص على الناس الثانيه علشان يقدر يساعدهم، او يحسن من نفسه او يحسن منهم، او يقوم بمسؤوليات تجاههم، ده نمره 1. اللي هيبص على الناس التانية علشان يقدر يعتني بيهم، او يوفي احتياجاتهم، او يشجعهم، ده نمره 2. ونمره 6 اللي هيبص على الناس عشان يقدر يقوم بالتزامات تجاههم، او يعمل منهم عشيره، او يقدر ان هو يقارن نفسه بيهم عشان يتاكد ان هو سيف. 6 و1 و2 برضه اكشن اورينت، لان طالما ان هم مركزين مع الناس، هم مركزين من الناس عشان هدف وعايزين يحققوا. خلاص، عشان كده انتوا حاسين ان، عشان كده كلنا حاسين ان احنا كلهم، بس بشترك مع 9 و8 في كذا، انما انا نمره. ماشي، احنا كده خلصنا البيهيفير ستايل. انا كده تمام. تمام. خلاص كده. أيوه ماشي. فاحنا قلت لكم المره اللي فاتت، معلش يا جماعه كان عندنا خطا تكنيكال خطا. اوكي، ان البني ادم عنده بيهيفير معين، ده الناتشرال بيهيفير بتاعه، بس لما بيتزنق في الحيطه كده ويبقى ستريس فور كوايت سم تايم، بيبتدي يتصرف بطريقه ثانيه خالص. مثلا نمره 1 اللي هو المثالي، اللي بيحب كل حاجه تبقى appropriate كده ولائقه، لما بيتزنق جامد ويبقى ستريسد جامد for quite some time بيبقى مودي وإيراشنال زي نمرة 4. اوكي، فهو قرفان ومش مستحمل وزهقان ويعني ملتهب كده، اعصابه ملتهب. نمرة 2 لما بيتزنق ويتقرف ويتحط في كورنر كده for quite some time، بيبقى عامل زي نمرة 8. اوكي، فاللي هو ايه، تعالى نتخانق، مفيش اي مشكله.
خلاص بيبقى دايركت واجريسيف وفورسفول وما عندوش اي مشكله ان هو يطلع الغضب بتاعه باي طريقه يعني ايه تناسبه يعني. نمره 3 نمره 3 ده بتاع الانجازات بقى، لما بيتزنق والحياه مهما عمل مش قادر يحقق النجاح اللي هو عايزه، ويعني عمال يجو داون اند داون، ده بيقلب يبقى زي نمره 9. يعني ايه نمره 9؟ محب للسلام؟ لا، نمره 9 من ناحيه ان هو بيبقى كده disengaged. يعني نمره 3 عايز يحقق حاجات كتير، بيبقى completely demotivated خالص، بيبقى ما عندوش من جواه اي سبارك، بيبقى كسلان، وبيبقى مش مهم اللي جا اللي راح، اللي عمل اللي ما عملش مش مهم. وممكن يوصل لمرحله من الهوبلسنس، ما يبقاش عنده امل، او يوصل للدبريشن. لان خلوا بالكم ان نمره 1 هو بيجيله انجر من جواه. جنرالي اللي بيجيله انجر ما بيتحولش لاكتئاب، انما اللي بيجيله حزن وشيم يقدر يقلب اكتئاب. اللي بيجيله انجر بيجيله ضغط بقى وحاجات تانية، يعني فيزيكال، برضه فيزيكال في الجسم، اوكي، بس اللي بيجيله حزن بيجيله اكتئاب. نمرة 4 لما بيتزنق جامد بيبقى زي نمرة 2 اللي هو ايه، اعمل لكم ايه يريحكم، مور بليزنج، اوكي. وبدل ما هو من جواه بقى وعمال يبص على المشاعر الفياضه بتاعته، بيركز مع اللي بره بقى ويشوف الناس عايزه ايه، وبيبقى شويه كلينجي يعني ماسك في الناس، اللي هو ما تسيبونيش، حاسس ان هو مش عايز حد يسيبه لوحده، برضه علشان الشيم. نمرة 5 لما بيبقى ستريسد بيبقى زي نمرة 7 عايز اوكي، وبيبقى بيفكر اكتر في يمكن يكون في حاجه تانية، يمكن يكون في حاجه ده بس بطريقه منعكشه. فبدل ما هو منظم قوي في التفكير، نمرة 5 منظم في تفكيره، لما بيبقى ستريسد جامد بيبقى مبعزق جدا في التفكير بتاعه، وجرب ده واجرب ده واجرب ده واجرب ده واعمل ده، فبتبقى حاجه بيبقى زي نمرة 7، لان نمرة 7 كده مشوش شويه. نمرة 6 لما بيتزنق لذيذ قوي. نمرة 6 لما بيتزنق بيبقى عامل زي نمرة 3، بيبقى شويه كومبيتيتيف وشويه مغرور لو قدر يحقق حاجه، ومهم قوي بالنسبه له شكله ايه، وعايز يحقق حاجات معينه. نمره 7 لما بيبقى ستريسد بيبقى عامل زي نمره 1. نمره 7 اللي هو المنطلق ده في الدنيا وساعات بيبقى مشتت من كتر ما هو عينيه في كذا حته او عايز يعمل كذا حاجه، بيبقى زي نمره 1. بيبقى perfectionist، عايز كل حاجه تتعمل بالظبط، وبيبقى critical، عمال ينتقد في الناس، اوكي، وبيبقى determined، عايز يحقق حاجه معينه. نمره 8 لما بيتزنق برضو يبقى very stressed، بيتصرف زي نمره 5. نمره 8 اللي هو اللي عايز الكنترول وعايز، بس طبعا ساعات الدنيا بتبقى قاسيه قوي علينا وما بيقدرش ياخد مهما عمل، اوكي، الاحساس بالكنترول ده اللي هو عايزه. فلما بيتزنق جامد مره ورا الثانيه ورا الثالثه، الحاجات دي اللي هي لما واحد يعني اتفرم كده كذا مره يعني، اوكي، بيبقى عامل زي نمره 5. يعني ايه؟ بيعزل نفسه ويبعد عن الدنيا ويبقى شويه سيكريتيف، يحط كل الحاجات جواه، وغالبا خايف كمان شويه. نمره 9 لما برضو بيتفرم حبتين بيتصرف زي نمره 6، اوكي، فبيبقى خايف، طبيعته بيبقى خايفه. نمره 9 اللي هو بيحب السلام، اوكي، وبيبقى شاكك في الناس كلها ونواياها، وبيبقى شويه من جواه في انكزايتي كده، وحاسس ان هو مش مستريح يعني. فده لما بيبقوا ستريسد بيتصرفوا كده. الحاجه اللذيذه قوي ان احنا حتى لما بنبقى مبسوطين شويه زياده برضو ما بنتصرفش زي النورمال بتاعنا، بنتصرف بطريقه تانية. فلو الدنيا حلوه قوي ومكافئانا قوي ومريحانا جدا، او احنا في حاله حب مثلا، اوكي، نمره 1 بيتصرف زي نمره 7، يعني يبقى يحس ان هو ايه سبونتينيوس كده، عايز يعمل اللي يجي على دماغه، وعايز يبقى بلايفول كده، وعايز يبقى مبسوط ويغني، وما يهموش بقى ان هو يبقى ايه بيعمل الحاجات اللائقه. نمرة 2 لما يبقى كده في حالة حب كده ومبسوط وسعيد، بيبقى عامل زي نمرة 4،
جواه بقى كمية مشاعر غير عادية. اوكي، وبيبقى بدل ما هو others oriented، يعني عمال يفكر في الغير وعايز يساعدهم ويشوف احتياجاتهم، بيفكر بقى في نفسه وفي احتياجاته. كمان بيبقى عنده حنين لأي حاجة حلوة مرت عليه قبل كده، وبيبقى very very creative. اوكي، كل الابداعات بتطلع ساعتها. نمرة 3 لما بيبقى كده في حالة برضو من الحب كده والسعادة الغير عادية، بيبقى عامل اكتر زي نمرة 6. اوكي، مش في ان هو شكاك، بس في ان هو بدل ما هو مركز على نفسه سيلف اورينتد، بيحاول يركز في الناس ويحاول ان هو يتعاون معاهم ويحب ان هو يعمل لهم شوية حاجات كده يساعدهم بيها. نمرة 4 لما بيبقى في حالة برضو هذه الحالة الجميلة دي اللي هو عالي كده ومبسوط، بيبقى عامل أكتر زي نمرة 1. أوكي، فبيبقى عايز شوية مثالية. ده نمرة 4. وبيبقى عنده اوبجيكتيف معين عايز يحققه، وبيبقى محترم قوي للقيم والمثل والحاجات العالية دي، ما بيبقاش ماشي كده الايموشنز بتاعته رايحة جاية يمين وشمال. نمرة 5 لما بيبقى في حالة برضو حب كده وهيام مع الدنيا، بيبقى عامل أكتر زي نمرة 8. مش أجان ما تبصوش للسايد الوحش، بيبقى مور واثق من نفسه. أوكي، بيبقى مور اوت جوينج، بيبقى عنده استعداد إن هو يتكلم على أحلامه والحاجات اللي هو عايز يحققها. نمرة 8 اللي هو أنا قلت لكم قبل كده إن أي بني آدم قام وقف علشان يقول احنا عايزين نغير حاجة معينة في الدنيا، كان مثلا let's say سعد زغلول مثلا. اوكي، فهو كان بيتكلم على قد ايه الدنيا هتبقى جميلة لو غيرنا الحكاية دي. خلاص، او احمد عرابي، اي حد قام وقال بصوا فكروا معايا الدنيا هتبقى ازاي. نمرة 5 دايما منغلق، انما لما بيبقى في الحالة دي ما عندوش اي مشكلة ان هو يحكي على ايه الاحلام بتاعته والامنيات بتاعته، وحتى يتكلم عن مشاعره. اوكي، وبيبقى مور ديسايسيف، بياخد قرارات. نمرة 6 لما بيبقى في حالة الانسجام مع العالم، بيبقى اكتر زي نمرة 9. ما بيبقاش بقى قلقان ومشكك في الناس وقرفان منهم وحاسس ان هو مش قرفان منهم يعني، بس يعني مشكك فيهم ومشكك في نواياهم باستمرار. لا، ما بيبقاش كده، بيبقى ريلاكست كده، وبيبقى بدل ما بيحسب worst case scenarios بيبقى actually optimistic، بيفكر في كل حاجة جميلة ممكن تحصل، وبيبقى واخد الحياة كده زي ما هي، ما هوش بيقعد يحسب لما الدنيا تبوظ قوي هيحصل ايه، لا واخدها كده ومستمتع بيها. نمرة 7 بيبقى اكتر عامل زي نمرة 5. اوكي، فنمرة 7 اللي هو الهوائي اللي طالع ده عمال عايز يبقى stimulated واكسايتد، اكشلي بيركز مع نفسه اكتر، وبيحب ان هو يقعد مع نفسه ويفكر انا عايز اعمل ايه وايه اللي بيسعدني. بيبقى more observant، يعني متأمل اكتر، بدل ما هو طيار بيبقى متأمل اكتر، وبيبقى كمان فوكس، ما بيبقاش مشوش كده. نمرة 8 بيبقى عامل زي نمرة 2. النمرة 8 بيبقى open hearted كده، بيبقى ماشي كده caring على الناس كلها، وبرضه بيتكلم على الأحاسيس بتاعته، بس مش بكنترول طريقة، لا بسوفتنس، يعني اللي هو كده يعني مشاعره كده رقيقة وحلوة وسنسيتيف للناس اللي حواليه. ونمرة 9 لما بيبقى في هذه الحالة الجميلة من الهيام، بيبقى انرجيتك، ما بيبقاش كسلان، وبيفكر في نفسه كمان، ما بيفكرش بس في الناس وبس في السلام ومش مهم انا، بيفكر في نفسه، فيبتدي يقول لك طب انا محتاج ايه، انا عايز ايه، ويبتدي يديفلوب نفسه، يبتدي ينمي نفسه. ideally هو ده الوضع اللي احنا عايزين نوصله لما بنقول ان احنا عايزين نمشي في الجيرني بتاعت ازاي ان احنا نوصل للانسجام مع الدنيا. فالانسجام مع الدنيا ومع نفسنا من جوانا ما يبقاش معتمد على ايه اللي بيحصل ومين موجود، يبقى regardless of ايه اللي بيحصل ومين موجود، احنا هنا في المرحلة دي في الحالة دي. ماشي؟ اوكي، بقالنا كام يوم احنا في خلاص احنا النهارده اخر مره في الانجرام، مش هنتكلم فيه تاني خلاص. اللي عايز يقرا بقى او يذاكر او يرجع لك او يعمل اي حاجه تانية. بس السؤال بقى هنا فظيع. اولا طبعا انا مبسوطه لان انت قفلتي القصه بحاله الانسجام والسعاده والحب، ودي انا عارفه، انا بنبسط انا بستمع عارفه دي بقى
مبسوط، عملت دماغ انا وقعدت خلاص. انا مش انا السؤال بقى هنا يا أمي. آه. يعني انا سعيده جدا بالطريقه وبعرضك لكل الحاجات دي، في حاجات وضحت ومتهيألي كتير. اي نعم انا لسه شايفه ان برضه الواحد 4 حاجات وكده. هل انت لسه عندك حاجه عايز تقوليها؟ في كذا سؤال جم للفيديوز اللي هي انا شايف ان انا 2 و7، انا شايف ان انا 5 و9. فانا فهتكلم في الحته دي لو في وقت. ماشي حبيبتي، مساكين الناس معانا مش مشكله، ده هيبقى مشكله الانستجرام بعد كده ان شاء الله. انت عايزه تقولي حاجه قبل ما اقول الحته دي؟ لا بس هشطح حته تانية، فمش عايزه مش عايزه اقلب القصه، عايزه طب افتكريه ماشي، يعني افتكريه. حلو قوي. في حد بعت لنا قال لنا انا برضو مش عارف هل انا 2 ولا انا 7. دلوقتي 2 و7 زي بعض في ان هما الاثنين عايزين يبقوا محبوبين، وهما الاثنين عندهم نشاط وابيت، يعني بيبصوا للدنيا كده بمنظور جميل، ما هماش نيجاتيف، اوكي، هما بوزيتيف كده، وعندهم انرجي تبص لهم كده تحس ان ايه يا سلام، يعني تحس انك منجذب اليهم. خلاص. و... واكشلي شويه هم فعلا جذابين الى درجه اللي هم يعني جذابين بدرجه زياده علشان هم اوبتيمستيك وابيت وهم الاثنين بيحبوا الناس، يعني فريندلي، بيتعاملوا حلو مع الناس، very pleasant كده، بيتعاملوا مع الناس بطريقه لطيفه، وسلكتيف في الريليشن شيبس بتاعتهم. فايفن دول من نمره 2 عايز ان هو يساعد الناس كلها، بس في الاخر when it comes للريليشن شيبس بتاعته هو سلكتيف، ما هوش مش اي حد يعني. اوكي، نمره 7 برضو نفس الحكايه. بس دي الحاجات اللي هي ايه اللي زي بعض فيها عشان لو اي حد متلخبط. نمره 2 سوري. اه بينقي بينقي بالظبط. مش كله. نمرة 2 بيغير نفسه شوية علشان يقدر ان هو يستوعب احتياجات الآخرين. ماشي. الحاجة التانية نمرة 2 بيحاول ان هو يشوف الناس بتحب ايه وعايزة ايه واحتياجاتها ايه، وبيقرب من الحتة دي. الحتة اللي بيقرب لهم فيها. خلاص. نمرة 7 مش كده. نمرة 7 ما بيقربش، ما بيسعاش ان هو يقرب، لان انه يقرب من الناس في احتياجاتهم والحاجات اللي هم عايزينها والحاجات اللي بيحبوها هتخليه اكتر قاعد، وهو مش عايز يبقى قاعد. اوكي، فهو بيحاول ان هو دايما يبقى فيه مساحة كده علشان يقدر ايه ان هو يمشي من غير ما يبقى في حد قلبه اتكسر في النص. خلاص. زي ما قلت نمرة 2 بيغير نفسه شوية، نمرة 7 ما بيغيرش نفسه. اوكي. نمرة 7 ساعات بيبقى مركز قوي في في ان هو في تتقال ازاي دي بقى intellectual pursuits، يعني هو عايز ينمي نفسه ثقافيا. فهو مركز في الحتة دي. اوكي، فعشان مركز فيها ما عندوش وقت قوي ان هو يبتدي يدي للناس. هو لازال لذيذ وظريف وجميل وبيتعامل مع الناس حلو وسلكتيف في الريليشن شيبس، بس تركيزه اكتر في ان هو ينمو ثقافيا. وزي ما قلت قبل كده ان هو شويه سيلف اورينتد، يعني بيرجع تاني الى تنميه الذات. خلاص. فده ايه الفرق بين 2 و7 عشان لو في حد كان متلخبط يا ترى انا 2 ولا يا ترى انا 7. ماشي. حلو قوي. في كمان 2 و9. اوكي، 2 و9 الحاجه اللي بينهم ان هما الاثنين بيحاولوا ان هما يريحوا الناس. حاجه جميله ان انا اريح الناس. اوكي، وهما الاثنين بيحاولوا ان هما تو سيرف الاحتياجات بتاعت الناس، ان هو يقدر طالما ان في ايدي اقدر ان انا اقضي احتياجات الناس، واي نوت. ماشي. هما الاثنين لما الناس بتجيلهم تعبانه متضايقه مش عارفه ايه على طول يرحبوا بيهم وياخدوهم ويريحوهم، فبينسوا شويه احتياجاتهم هم وما بيدوش لنفسهم priority اولويه. فهم الاثنين common في الحته دي. نمره 2 active، يعني هو بياخد الخطوه الاولانيه. خلاص. وبيحط الاتنشن بتاعه والانرجي بتاعته على الناس عايزه ايه. اوكي، فانا مركز قوي الناس عايزه ايه. 9 reactive. خلاص، ما هوش proactive، هو reactive، هو شويه قاعد بيتفرج. خلاص، شايف الناس بتتحرك ازاي والدنيا ماشيه ازاي. انما ما بينطش في الاول. نمرة 2 قلنا قبل كده ان هو بيغير نفسه علشان يقدر يقابل احتياجات الناس. نمرة 9
بيبلند ان، يعني بيخش وبيتعامل، مفيش اي مشكله. اوكي. بس الطاقه بتاعته دايما ما هياش كلها محطوطه علشان خاطر الناس. اوكي. هو عايز ناس تبقى comfortable. اوكي، بس ما بيغيرش نفسه. عايز ناس تبقى مستريح، انما هو نفسه ما بيغيرش نفسه. وشويه on the lazy او reactive، يعني هو بيرياكت لما بيحصل حاجه. خلاص، فالناس مستريحه انما ما بيغيرش نفسه عشان يخلي الناس مستريحه، غير ان هو بيكتم الغضب بتاعه، بس ما بيغيرش من نفسه. نمره 2 بيغير من نفسه. ماشي. في ناس متلخبطه بين 3 و5. انا مش عارف اذا كنت انا 3 ولا 5، مع ان 3 هارت سنترد و5 هاد سنترد. ويعني 3 و5 هما الاثنين بيفكروا في ان هما يحققوا حاجات. اوكي، فلازم يحطوا قدامهم لستة كده من التاسكس، وتك تك 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 لازم تتعمل. اوكي، واكتيفيتيز، حاجات معينه لازم تتعمل، تك 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 لازم تتعمل. خلاص. فهما الاثنين بيبقوا مركزين على الحته دي. وان كان 3 ممكن يبقى ديسايسيف، ياخد قرار اسرع شويه من 5. اوكي. الا ان 5 لما بياخدوا قرار او بيبقى قدامه رود ماب، تك 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 بينجز، بيحقق اللي جواه، اللي هو اللي محتاج يحققه. نمرة 3 ونمرة 5 بيحاولوا ان هم شوية يفصلوا نفسهم عن مشاعرهم. خلاص، علشان ما يتأثروش بالمشاعر دي. فما تخليهمش. نمرة 5 مش عايز يتأثر بالمشاعر دي علشان ما يبقاش too attached لحد. اوكي. وعلشان نمرة 3 مش عايز ده يعطله عن الاتشيفمنتس بتاعته. دي الحاجات اللي هي زي بعض. نمرة 3 عنده انرجي غير عادية، يعني غير عادية، وبالتالي هو دايما اكتف ودايما بيعمل حاجات. ومهم قوي بالنسبة له ان الصورة بتاعته تبقى صورة حلوة، صورة جميلة. اجل نمرة 3 محتاج ان يبقى الناس تعجب بيه. اوكي، تحطه كده في مكانة عالية. نمرة 5 very protective على الانرجي والوقت بتاعه، وحاسس ان هي limited دايما. اوكي. فهم لما بييجوا يعملوا حاجة بيعملوها زي كده burst كده of energy and time، وبعدين اقعد بقى ايه، لم نفسك وخزن تاني عشان تقدر تطلع واحدة تاني. نمرة 3 طول الوقت. خلاص. نمرة 5 شغال قوي بدماغه زي ما قلنا، لان هو head centered. اوكي. وبالتالي دايما بيحتاج ان هو، عشان المخ بيتعب، دايما بيحتاج ان هو ياخد الوقت ده اللي هو اقعد بقى انا كده ايه واهدى، علشان مخ شغال كتير. ودي حاجة very interesting، ان اللي شغال بقلبه ممكن يشتغل كتير وما يحسش ان هو تعب او فطس. بس اللي بيحسب كل حاجة بمخه بعد شوية لازم يحتاج ان هو شوية يقعد هادي ومحدش يكلمه وما يفكرش في اي حاجة. فده 3 و5. 1 و5 برضو في بينهم حاجات. 1 و5 الاثنين مثقفين ومتعلمين وبيركزوا على الحتة دي. خلاص. 1 و5 الاثنين ممكن ايه ياخدوا الدنيا لجوه، بالذات ان 1 زي ما قلت لكم السيلف كنترول عنده، اللي هو يكنترول نفسه. دي حاجة ايه، حاجة من القيم اللي هو بيقدرها، وبالتالي ياخد مشاعره لجوه. 5 ياخد مشاعره لجوه عشان هو بيشك في نوايا الناس ومش عايز يبقى attached ليه. 1 لما الدنيا بتغلي جواه زيادة بيبقى شوية يعني ايه، يعني مشاعره ليها درجة عالية كده، فايرة وإن كان ما بيبينهاش. خلاص، بيكتمها. خلاص. كمان دايما عايز يحسن من نفسه ويحسن من الآخرين. دايما في روم كده of improvement، يعني عشان أحسن من الناس وأحسن من أول حاجة يقولها لك بعد ما تعمل أي حاجة. حلو قوي، بس أنت عارف بقى إزاي تحسنها؟ ما أنا ما طلبتش إنك تقول لي إزاي أحسن. لا لا لا، بص دايما. نمرة 5 عايز زي ما قلت يفصل نفسه عن الناس، يفصل نفسه عن مشاعره عشان يحمي نفسه. خلاص. مش عايز، اول حاجه هو بيشك في نوايا الناس، تاني حاجه مش عايز الناس تخش على الوقت بتاعه والطاقه بتاعته عشان دي محدوده زي ما قلت، ما هياش كتيره كده. اوكي. نمرة 5 دايما يبين calm exterior، يعني يبقى من بره كده هادي يعني خالص يعني. انما مش انما هو من بره يحاول ان هو يبين ان هو يبقى هادي.
وزي ما قلت ان هو بيحاول ان هو يحمي الوقت بتاعه والطاقه بتاعته. كنت عايزه اقول حاجه انا نسيت اقولها في الحته بتاعه الاسترس. في ناس كتير قوي عارفه، عشان الكلام ده مدروس ومعروف، ان احنا لما بنبقى ستريسد، البني ادمين كلها اوكي بنخش غصب عننا في مود، يا اما ان احنا عايزين نتخانق، يا اما ان احنا عايزين نجري، يا اما ان احنا عايزين نفريز، نقف كده، ايه، ما نعملش اي حاجه. رغم ان انا قلت ان مثلا 8 و9 و1 عندهم انجر، ده مش معناه ان هو هيفايت، لان زي ما قلت 8 بيفايت، 1 does not، اوكي، 9 does not، اوكي. فمثلا 9 و1 اللي هو اللي هيكتموا الحاجات دي، واحد منهم هيسيب السيتويشن اللي هو واحد، اوكي، وده اللي هو ايه، ان هو هيمشي بعيد عنه. 9 هيقعد في الموقف، اوكي، بس هيفريز خلاص. حالة 5 مثلا، 5 أنا بقول إن هو دايما بيحب إن هو يبقى عنده calm exterior، إن هو يبقى باين من بره إن هو هادي. إنما لو هو وهو لما بيبقى stressed بيجيله خوف، إنما هو ممكن برضه وهو خايف يتخانق، أوكي. هو مش عشان خايف معناها إن هو هيجري، أو مش عشان خايف معناها إن هو هيفريز، أوكي. كون ان طبيعته ان جواه بيبقى مشاعر خوف او قلق، ده مش معناه ان الريسبونس بتاعه ان هو مش هيتحرك او ان هو هيجري الناحيه الثانيه. لا، ممكن يتخانق حلو قوي، بس جواه قلق وجواه خوف، ماشي. بس عشان نبقى واضحين ان ده غير ده، خلاص. طيب نكمل. واحد كمان بيتهيألي يا سمسم، وبعدين انت ايه، كفايه بقى، علشان بيتهيألي كل الناس تعبت خلاص. تحبي مين يا حبيبتي؟ انا هخيرك، ايه اوكي. تحبي 1 و6 ولا 5 و6 ولا 2 و4 ولا 4 و9؟ واحنا هنا بنشوف انه يا الناس اللي قالت انا يا ده ولا ده. اه بس انا كنت متخيله ان هم قالوا انا بلند اوف ده وده، ولا انا بلند اوف ده وده. بس يعني مش عايزه، مش مهم الاجابه اللي انت قلتيها جدا. كل واحد يبقى ايه، عايز اجابه اكتر يكلمك بقى على الخاص، عشان الموضوع هياخد مننا ابعاد دراميه. اه بالظبط. ده هي ظلمت عندك غالبا. خلاص الدنيا خلاص بتضلم عندي، وانا هحكي كمان دقيقتين يعني، فما طيب تحبي 1 انت و6؟ عيانه كمان. ده يعني ميرسي انك عامله كل ده وانت عيانه وعندك برد، فيعني بشكرك جدا. مش عايزه اتقل عليك. ايه اللي انت عايزاه، 5 و6؟ لا انا بسألك، تحبي 1 و6 ولا 5 و6 ولا 2 و4 ولا 4 و9؟ 1 و6. 1 و6، اوكي. يبقوا 1 و6 7. ماشي. 1 و6 هما الاثنين بيبصوا، يعني يدرسوا الموقف كده، يبصوا عليه. هما الاثنين ممكن يقلقوا لما يبقى فيه حاجة، الدنيا كده ما هياش ظريفة، خلاص. وهما الاثنين لازم يقعدوا يفكروا، هو ايه اللي حصل، هو حصل ليه كده، هو مين كان بيعمل ايه، هو ليه فكروا بالطريقة دي، هو ليه اتصرفوا كده. فيقعدوا شوية يحسبوا ايه اللي حصل يعني، خلاص. انما نمرة 1 يحب ان هو، او يعني بيميل ان هو يحكم على الامور ويقارن، خلاص. نمرة 6 بيميل ان هو يشك، مش يحكم على الامور ويقارن، يشك. دي اول حاجة. نمرة 1 يحب يركز قوي على ازاي ان هو ما يبقاش فيه اخطاء، خلاص. نمرة 6 يحب يركز قوي على ايه المصيبة اللي ممكن تحصل. نمرة 1 يحب ان هو يبص على ان هو يصلح الحاجة اللي مش لطيفة، علشان ما يبقاش هو نفسه، ما ينتقدش نفسه وما يبقاش عرضة ان حد ينتقده. نمرة 6 علشان بيحسب كل مصيبة ممكن تحصل، ده كده بيديله هو احساس بالامان، وان هو الدنيا هتبقى كويسة، فما بيحاولش ان هو يصلح اي حاجة. هو بس عايز يبص على كل مصيبة ممكن تحصل ويعمل لهم لستة كده، عشان هو يبقى اوكي، انا كده مستعد، انا كده تمام، اديني اي نيلة وانا هاخدها، بس كده خلاص. فانا ميرسي. بتهيألي كده كفاية، يعني ايه، علينا كلنا. انا بقول كده. جدا 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 اشكرك جدا على وقتك، واشكرك على البرزنتيشن بتاعتك، واشكرك على بفكرك ان كان عندك سؤال. ما انا خايفه اساله بصراحه.
انا هساله لك وحاولي تجاوبي يعني في دقيقه، ماشي؟ انا عارفه ان ده صعب بيني وبينك، بس يعني انا شايفه ان دراستك لموضوع الانيجرام، وان انت يعني داخله فيها قوي قوي بروحك وبقلبك وبعقلك وشاطره فيها قوي قوي قوي. ايه اللي ممكن يخليكي تفكري في اي حاجات تانية؟ يعني ليه تروحي تدوري على بقيه الايه البيرسوناليتي تيستس التانية، لما يعني دي كانت يعني كويسه يعني حلوه تشتغلي ده، بس قشطه جميل. يعني ايه اللي يخليكي تدوري على الحاجات التانية؟ سؤال حلو جدا، سؤال حلو جدا. اللذيذ قوي الانجرام غنيه قوي، غنيه جدا جدا. اوكي، بس بعد ما اكلمك عن الحاجات التانية هتلاقي ان في حاجات الانجرام ما بصلهاش اساسا، ومن غير ما نعرفها هتلاقي برضو انت قاعده اللي هو ما خلي بالك هو الاوبجيكتيف كان ايه؟ ان انا ما بقاش قاعد بشد في شعري اللي الناس بتتصرف كده، ولا انا باصص كده لنفسي في المرايه بقول ايه النيله اللي انا عملتها دي. خلاص. ف... فالانجرام حل اجابات، بس بقيه الثيوريز الثانيه بتحل حاجات الانجرام ما عرفش ان هو او لم يتطرق اليها. فانا شايفاهم ان هم يعني زي ما بقول لك من الاكسبيرينس بتاعتي، هم ركبوا مع بعض بيرفكتلي. وفي الاخر كل بني ادم، كل يعني مجموعه من علماء النفس اللي قعدوا ركبوا واحد من دول، كل واحد يعني كل جروب كان عنده برضو طريقه معينه او انجل معينه دخل منها. فلما بتحطيهم كلهم سوا بتحسي ان ياه، الصوره وضحت كده. طبعا بالنسبه لناس كتير من اللي هتقعد تفكر في الديتيلز ممكن تقول لك ايه، يا نهار ابيض، لا this is too much، انا مش قادر، مخي مش قادر على ده. which is okay يعني as long as انك خدتي الانسرز بتاعتك، فاهماني؟ يبقى ده الليفل اوف ديتيل اللي انت محتاجاه. امتى تبتدي تخشي زياده زياده؟ لو ما بتاخديش الانسرز. the reason ان انا ماشيه in too many details ان انا في فرايتي اوف بيبل انا بتعامل معاهم، ومش دايما انا لاقيه الحل، فبحاول ان انا ادور هو ليه كده بس. جبت ايه؟ انا عملت العكس، لو كنت بتكلم وبعدين وطيته. جميل يا مولي، جدا جدا ميرسي يا حبيبه قلبي، اشكرك جدا. بفكركم يا جماعه، اللي عايز يعرف اكتر عن نفسه، يعرف اكتر عن يعمل ايه ويتصرف ازاي، يقدر يكلم امل على الخاص، يبعت لها على الفيسبوك. يبقى احنا بنحط الفيديو ده على يوتيوب، عايزين تبعتوا على يوتيوب او عايزين تبعتوا على الفيسبوك ابعتوا لها على الخاص بتاعها على الفيسبوك لو عايزينها تجاوب عليكم. امل عامله سبيشال اوفر في الفترات دي لو حد هيشتغل 1 on 1 معاها كوتشنج. لو عايزين تستنوا الكورس اول ما ينزل الكورس ويتحدد ميعاده هنعلن عنه برضو. وبس اشكركم جدا لوقتكم. اسمعوا على قد ما تحبوا واعملوا بوز واسمعوا التاني بعد ما تقدروا. وبس احنا حابين نديكم المعلومه على بعضها. الشمس بدأت تمشي خلاص، الدنيا هتضلم، فانا هقول لكم باي باي قبل ما انام. سوري حبيبتي معلش. يا حبيبه قلبي، ميرسي جدا جدا ليكي، وشكرا ان انت عملتي كل ده حتى وانت عيانه. ميرسي ان انت كملتي معانا، وان شاء الله نشوفك على خير. بقيه الناس هبقى اكلمك فيهم مني وبينك بقى، واللي عنده اسئله تانية برضو بعتوا لنا. شوفوا ايه، يمكن امل تعمل لكم بقى يعني الكورس بتاعها كله هتتكلم على كل الاختلافات، تطلع بقى ده موضوع تاني. الله. عامة زي ما قلت الانجرام غني جدا، يعني بقية الحاجات هي وان فيديو لكل ثيوري، بس الانجرام يعني غني شويتين. ماشي، هننطلق بقى عشان انت كمان لازم تمشي. شوفي حالك، اوكي؟ ونشوفكم على خير، واستنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله، وهنتكلم على اي حاجه غير الانجرام. اه شيء. باي باي، مع السلامه. مع السلامة.